دايناميت شريمب دي وصفة جمبري مقلية في صوص مشطشط، وهنعملها في البيت وطعمها أحلى من المطاعم. سر القرمشة كلها في استعمال بياض البيض بس. هنجيب 3 بيضات ونفصل الصفار عن البياض، ونحط البياض على 400 جرام جمبري مقشر، نتبلهم بشوية ملح وفلفل ونسيبهم على جنب شوية. هنجيب كوباية دقيق ونتبلها برضو بالملح والفلفل، وهنزود معلقة كبيرة بودرة ثوم ومعلقة كبيرة أي خلطة بهارات تحبوها. هنجيب بعد كده الجمبري اللي احنا سايبينه في بياض البيض ونقلبه على الناحيتين في الدقيق لحد ما كل ناحية تكون متغطية. بعد كده هنقلي الجمبري دقيقتين 3 في زيت سخن حبة حبة مع بعض لحد ما لونهم يبقى ذهبي، ونسيبهم يتصفوا على ورق عشان يفضلوا مقرمشين. بعدين هنحضر صوص الدايناميت. هنحتاج كوباية مايونيز، نص كوباية سويت شيلي صوص، 3 معالق صويا صوص، معلقة بابريكا، رشة ملح، ومعلقة ثوم مفروم. هنقلبهم كويس ونرمي فيهم الجمبري اللي احنا قليناه، ونقلب كله على بعض، ونقدمها في طبق عليها رشة بصل أخضر. وبجد لو جربتوا الطريقة دي مش هتطلبوها من بره أبدا تاني.